يقول لك يا ابن الحلال، طب ما احنا كلنا اولاد 9. ابن 6 و7 و8 دول ايه نظامهم؟ اي طفل بيتولد قبل 37 اسبوع اللي هو يعني في الشهر الثامن او في اواخر الشهر السابع بيبقى حاله خطر ولازم يتحط في الحضانه فورا. الطفل ده بيبقى حجمه صغير جدا بس دراسه بتبقى اكبر من جسمه، جلده بيبقى شفاف لدرجه ان انت ممكن تشوف الاوعيه الدمويه من خلالها، الانسجه الدهنيه عنده بتبقى قليله وده اللي بيخليه بيفقد الحراره بسهوله. كمان في ماده كده الطفل بيتولد بيها اللي هو الطفل الطبيعي يعني حاجه اسمها فارينكس كاسيوسا بتغطي الجسم الطفل بيمتصها وبتساعده ان هو تحميه من اي انفكشن او عدوى وكده. الطفل بقى الشهر السابع ولا الثامن ده بقى بيبقى عنده الماده دي قليله. اخطر من ده كله بقى ان في ماده اسمها السيرفاكتنت بتبقى موجوده جوه الرئه او خلايا الرئه بتاعه الطفل، ودي بتحمي خلايا الرئه من الضغط اللي بيبقى موجود عليها وبتمنع ان هي تنهار. الماده دي بقى بتبقى قليله في الطفل ده وبالتالي الخلايا بتاعه الرئه عنده بتنهار بسهوله جدا وبتقعد تلتصق ببعضها وتلتصق بالمواد اللي موجوده جوه الرئه، بتكون لي ماده جديده اسمها الهايلين ممبرين. الماده دي بتمنع الجاز اكسشينج او تغير الغازات جوه الرئه زي مثلا من اكسجين لثاني اكسيد الكربون. الطفل معرض لخطر اكبر اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم او يبقى عنده ايه مشكله كده في الرئه ما يعرفش يتنفس. فحرفيا الطفل ابو شهر 8 و7 ده بيبقى بيتولد بيعاني.